ما تخافيش. ما تخافيش. حكي بقى، حكي بسرعة. حكي يلا. خلصنا حكيت عن قطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. خدتكم جولة معايا كده وأنا كنت رايحة أحلل لنور وأعمل أشعة الحبيبة، وقلت أما أفرجكم كده على الشارع اللي أنا كنت ماشية فيه ويا رب يعجبكم. ده شارع اسمه ميدان شرف في شبين الكوم، ميدان شرف. وأنا بقى بحب من غيتي كده وأنا ماشية أحب أتفرج على العبايات، أتفرج على الشنط، يعني بصوا بتفرج، يعني أحب أتفرج. هنا بقى مدخل البرج او العماره اللي هي هعمل فيها الاشعه بتاعت حبيبه بنت. اولا العماره دي كمان فيها نفس الدكتور اللي عامل لامي العمليه بتاعتها، اللي هو دكتور اورام اللي احنا متابعين عنده. ده نفس البرج اللي فيه نفس الدكتور، وفيه الاشعه والتحاليل وفيه كل حاجه. فبصراحة كنت عايزة يعني تسمعوا صوتي، بس كان صوت العربيات كان قدامي، كان جاي عليا، يعني مش هيخلي صوتي باين قد كده. وفي نفس الوقت انا كنت بوطي صوتي برضو عشان يعني ايه ما حدش يسمع صوتي قوي. دي نور بقى، هم بياخدوا الدكتوره دي زي العسل ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب، ربنا يحفظها. اللي خدت من نور العين بتقول لها هو في ثواني انت حسيتي بحاجه؟ وبعدين قعدت اتكلم معاه، والله بجد يعني دكتوره زي العسل ما شاء الله. هي اللي كانت برضو واخده مني عينه الدم، اللي هي قبل ما ياخدوا مني، ما ياخدوا مني العينه من صدري اللي هو يشوفوها حميده او خبيثه وكده. كانوا طالبين مني صوره دم كامله برضو قبل ما ياخدوا مني العينه وكده. فقالت لي بالله عليكي طمنيني، لازم تطمنيني. اول ما شافتني قالت لي انا فاكراكي. قلت لها انا اللي كذا كذا كذا. قالت لي ايوه عشان اقول لك. قلت لها انا قلت لك ان انا كل ما عاوز ان انا احلل ليا او لاولادي اكيد هاجي لك انت، دكتوره زي العسل. ربنا يفتحها عليها ويوسعها عليها يا رب وما شاء الله عليها. وتحليلات على فكرة يعني ما مش بتخر المية، ما شاء الله. بتتقي الله في شغلها بجد، يعني ما شاء الله. مش من النوع بقى اللي يعني ينتهز الفرصة ويطلب كتير، لا الكلام ده لا، هي مش كده خالص. المهم ان انا اطمنت على اولادي الحمد لله حبيبة، الحمد لله. الاشعة طلعت كويسة اهي، وبس بتسقف لنور ازاي وبتصالح نور ازاي، الحمد لله. ونور طلعت عندها سوء هضم وانيميا ونوع كده من الديدان كده. المهم كل ده الحمد لله بناخد له علاج، والحمد لله ربنا هو الشافي المعافي، ويا رب ما تشوفوا مرض. ودعوتكم لنا بصلاح الاحوال يا رب وبالشفاء، اللهم امين.